بسم الله الرحمن الرحيم. مؤخرا ابتدى يجي لي اسئله ليها علاقه بالشهادات، عايزين ناخد شهادات معتمده. طب هل المكان ده بيدي شهاده معتمده؟ طب هل بعد ما اخد الكورس ده هيبقى معايا شهاده معتمده؟ طب اعمل ايه؟ طب الشهادات المعتمده ايه قصتها وايه حكايتها؟ قبل ما اجاوبك على السؤال ده تعالى ناخد الخلاصه ببساطه ونتعلمها مع بعض من الصفر. ازيك؟ بص يا معلم، تعالى ناخد الموضوع من الاخر مش من الاول. هو انت لو رحت اي انترفيو وقلت لهم سلام عليكم انا راجل مؤهلاتي كذا وعندي خبره في كذا وعندي خبره في كذا وخدت كورس كذا وكذا 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 وكذا، ايه اللي الانترفيور او ايه اللي الاتش ار او ايه حتى المهندس اللي بيعمل لك انترفيو بيركز عليه؟ اول حاجه بتاكد من خبرتك في الكورسات دي. فلو انت مثلا واخد كورس الان بلس هتلاقيه بيقول لك يعني ايه اي بي ادرس، يعني ايه سبنت ماسك، يعني ايه جيت واي. ولو انت واخد سي ان ايه مثلا هيقول لك قول لي فوائد الايثر شانل، قول لي يعني ايه اس تي بي، قول لي الراوتنج بروتوكولز اللي انت تعرفها، ايه الفرق مثلا بين الاو اس بي اف والاي اي جي ار بي وهكذا. فهو اول حاجه لازم يتاكد ويعرف ان انت خدت كورس معين، لازم يمتحنك او يسالك فيه عشان يتاكد انت فعلا فاهم في الحاجه دي. تاني حاجه، ودي مش كل الشركات بتعملها او مش كل المهندسين اللي بيختبروك بيعملوها في الانترفيو، وهو انه يشوف السيرتيفيكت او يشوف الشهاده الرسميه بتاعتك اللي ليها علاقه بالكورس ده. لو انا دلوقتي مثلا خلصت سي ان اي او خلصت الان بلس او الاي بلس او ايا كان، المنظمات الرسميه او الشركات الرسميه اللي بتدي الكورس ده هي دي بس اللي ليها شهادات معتمده. زي مثلا سي ان اي هتلاقي شركه سيسكو، الان بي شركه سيسكو برضه، الان بلس والاي بلس شركه اسمها كومتيا. مثلا عايز تاخد سايبر سيكيورتي ففي مثلا منظمه اسمها منظمه الايزك اللي بتدي كورسات للسايبر سيكيورتي، وفي حاجات طبعا كتير. دي الشركات المعتمده اللي لو امتحنت عندها الامتحان بتاع الكورس ده وبمجرد ما تمتحن وتخلصه بتاخد شهاده فعلا ان انت راجل سيرتيفايد سي ان اي مثلا، او سيرتيفايد ان بي، او سيرتيفايد سايبر سيكيورتي فاندمنتالز مثلا، او سيرتيفايد ان بلس من كومتيا وهكذا. رحت انت مثلا بقى سنتر الضحك اللي في القاهره اللي في مدينه نصر، او رحت عند محمد حسين اللي في مش عارف محافظه ايه، وراجل جنب مفيش منه اتنين وقال لك انا هديك شهاده معتمده، الكلام ده صح؟ لا. هو ممكن يديك شهاده معتمده ان انت راجل في الوقت ده خلصت معاه الحاجات دي كلها وقادر تعمل الحاجات دي كلها. بس انا كانترفيور او انا كمهندس بعمل لك انترفيو، هل هعتمد ان انت راجل خلصت كورس مع محمد حسين وان انت راجل جامد؟ لا. ايه اللي يثبت لي انا ان انت راجل معتمد؟ ان انت تاخد الشهاده العالميه اللي من الشركه العالميه المعتمده بتاعت الكورس ده، زي سيسكو زي كومتيا وزي ايزك وزي حاجات تانية كتير. الحاجه الثانيه بقى اللي محتاجين نتكلم فيها ان انت ممكن تاخد كورس معايا مثلا او مع واحد اسمه حسين او مع واحد اسمه مش عارف ايه، واحد في القاهره واحد اونلاين واحد بره في السعوديه وهكذا. الراجل ده مثلا ممكن بعد ما تخلص الكورس وتمتحن معاه كورس سي ان اي مثلا او كورس الان بلس وفعلا تنجح في الاسئله بتاعته ويديك شهاده يقول لك فيها انت راجل جامد جدا وخلصت معايا كورس سي ان اي. هل دي مش معتمده؟ هنا بقى نقف شويه. بتختلف على حسب حاجتين. اول حاجه انت راجل اتدربت فعلا عملي وانت راجل فعلا فاهم الشغل بتاعك ولا لا. وده ليه؟ عشان في ناس كتير قوي ودلوقتي في مبادرات طالعه كتير قوي، خد كورس ان اي وان بي وفاير وول وكلاود، كل ده مش عارف ب 1200 جنيه، ومبادره مش عارف ايه، انا مش عايزين نتكلم بس اكيد انتوا عارفينها. وطبعا انا لا اعيبهم في اي شيء، ولكن تعال نفكر مع بعض. انت الان ايه بس علشان تاخدها صح محتاج تقعد لك 3 او 4 شهور، الان بي علشان تاخدها صح محتاج 6 شهور، الفورتي ادمنستريتور مثلا علشان تاخده صح محتاج 3 شهور. فانت هتديني الاربع كورسات دول ودول ما شاء الله قصه كبيره، تديهم لي في شهر ولا شهرين ب 1200 جنيه ازاي؟ فانا عايزك انت اللي تفكر معايا مش انا افكر لوحدي. يبقى دي كده ايه؟ في حاجه مش مظبوطه. فلا، انت يستحسن او الصح ان انت تفكر بعقلك وتشوف الناس اللي انا رايح لهم دول ناس موثوق فيهم، ناس هيدوني فعلا العلم بشكل مظبوط وشكل صح، ناس بعد ما اخلص الكورس هبقى انا عندي الخبره العمليه والنظريه المظبوطه اللي الشركات محتاجاها، اللي لما اخش اي انترفيو واتسال اي سؤال هعرف اجاوب ولا لا. ده الاهم وده اللي انت محتاج تركز عليه اكتر. تاني حاجه ان انت محتاج تركز على اراء الناس. مثلا في ناس بتاخد معانا كورس، انا يا عم لسه على فكره مش مشهور، لسه ببدا، اللي اخده معايا الكورس بتاعي مش كتير، فانا علشان ابني الثقه بتاعتي او ابني الشهره بتاعتي او ابني القاعده بتاعتي علشان انت تثق فيا انا محتاج وقت طويل شويه. في ناس تانية بقى وناس كتير قوي منهم مثلا باشمهندس احمد توفيق، وهتلاقي باشمهندس احمد نبيل، وهتلاقي باشمهندس عبير حسني، وهتلاقي باشمهندس عادل شبل، وهتلاقي باشمهندس وليد سعد الدين. الناس دي بقى لهم سنين في المجال وبيشرحوا كل شيء عن الشبكات زي الان اي والان بي والسي سي اي اي، وفي ناس بتشرح الفورتي وفي ناس بتشرح السكيورتي. ما شاء الله ناس قمه في الادب والاحترام والاخلاق، وانا شخصيا بتعلم منهم كل يوم. الناس دي علشان يبنوا الثقه بتاعتهم وانت تروح كده اي انترفيو تقول لهم سلام عليكم انا خلصت كورس الان اي مع باشمهندس احمد نبيل
نبيل مثلا او مع باشمهندس احمد توفيق، ساعتها من خلال شهره الشخص او من خلال الثقه ان الشخص ده بيعرف يطلع ناس من تحت ايديه، ناس محترمين، ناس عندهم خبره وعندهم كم عالي من المعلومات، ساعتها ده بيديك مساحه انت تكمل اكتر في الانترفيو. اما لو انت شفت كده وانت ماشي في الشارع محمد حسنين اللي بيطير في الجو اللي هيديك 50,000 كورس ب 1000 جنيه، لا ده انا اسف، ده عبط. لو شفت واحد تاني قال لك مثلا ايه هديك الزتونه في يومين، هديك زتونه الاي تي في يومين، انت بتهزر ولا بتقول ايه؟ لا كده في حاجه مش مظبوطه. فنرجع للسؤال تاني، هل لازم يكون معايا شهادات معتمده من اماكن معينه في مصر او بره مصر علشان اثبت ان انا راجل خلصت الكورس ده؟ الاجابه لا. الشهادات الوحيده المعتمده اللي انت لازم تكون معاك فيها ده لو انت عايز تسرتف وتمشي في طريق السيرتيفيكيشن ده، انت تروح للشركه الحقيقيه او الشركه الفعليه اللي عملت الكورس ده زي سيسكو مثلا او كومتيا او اي شركه تانية، وتروح تقول لهم انا عايز امتحن في الامتحان بتاع الكورس CCNA مثلا. خلصته تاخد شهاده منهم هم بس، دي شهاده عالميه بتثبت انت راجل مؤهل انك تشتغل بالتوبكس اللي موجوده في كورس CCNA. ما تروحش لمحمد حسين ولا محمد معرفش مين ولا مش عارف مين تحت السلم ولا مين فوق السلم ولا مبادره مش عارف ايه، ولا ما تروحش لاي حاجه من الحاجات دي كلها. او لو انت عايز تاخد منهم شهاده، اعرف كده بيني وبينك ان هي قشطه شهاده كويسه بتثبت لنفسك قبل ما تثبت للشركه ان انت راجل بتعرف تعمل ده وده 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 وهكذا. انا شخصيا مثلا في الدبلومه بتاعتي، دبلومه الاي تي هيلب ديسك، بعمل حاجه حلوه قوي. بعد ما بنخلص بمتحن امتحان محترم وامتحان تقيل لاي حد بيخلص معايا الكورس عشان اتاكد ان هو فاهم عملي ونظري كل الحاجات اللي اخدناها في دبلومه الاي تي هيلب ديسك. وبمناسبه مش كل الناس بتنجح، يعني لحد دلوقتي في تقريبا 10 دخلوا الامتحان اللي نجح منهم 4 أو 5، واللي ما بينجحش خلاص راحت عليك. عايز تخش الامتحان تاني هتدفع بقى مبلغ محترم عشان انت ما ذاكرتش، انت ما اديتش الموضوع الاهميه بتاعته. فالمشكله بتاعتك انت مش بتاعتك انت. بيتكتب لك ايه في الشهاده؟ بيتكتب لك فيها ان انت راجل خبره وبتعرف تعمل كذا، تعرف مثلا تنزل نسخه ويندوز، تعرف مثلا تقسم الهاردات بطريقه الريد، تعرف مثلا البيزكس بتاعت السكيورتي، فاهم مثلا الفاندمنتالز بتاعت الشبكات، بتعرف تحل مشاكل الشبكات، عندك خلفيه كبيره وجربت بنفسك اغلب المشاكل اليوميه زي مثلا موضوع انت تسترجع الداتا، موضوع التيكتنج سيستم، موضوع الانفنتوري اسيتس والحاجات دي كلها. فدي كده حاجه انا بديها لك علشان تثبت لنفسك، وعلشان برضو في الوقت اللي انت خدت فيه الكورس ده تبقى خارج وعارف انا طلعت بده وبده 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 وبده. طيب لو انت خدت الشهاده دي ورحت لاي شركه عشان تعمل انترفيو، هل هتوريهم الشهاده دي؟ قشطه، هيشوفوها او مش هيشوفوها، بس اول حاجه واهم حاجه انه هيسالك، مش انت راجل كاتب لي في الشهاده ان انت بتعرف مثلا تغير الرامات او تغير CPU او عارف الفرق بين اجيال CPU؟ طيب اشرح لي، قول لي بقى الفرق بين اجيال CPU ايه، او لو انا عايز اجمع جهاز كمبيوتر اعمل ايه، او لو جهاز الكمبيوتر ده فيه مشكله ومش عايز يشتغل هصلحها ازاي، وهكذا. لو نجحت او جاوبت على الاسئله دي ساعتها فعلا بيقولوا الراجل ده راجل محترم احنا هنشغله معانا، طالما ايه معكش السيرتيفيكت بتاعه الشركه الرسميه بتاعه الكورس ده زي مثلا سيسكو او كومتي اي بلس. اتمنى تكون الرساله وضحت، واتمنى تكون فهمتها بشكل بسيط وبشكل صح. ارجع واقول لك تاني وكلمتين كده على جنب، ولا عايز تقلب اقلب، بس الكلام ده هقوله لك دلوقتي ويا رب يفيدك بشيء ما تدورش في موضوع الشهادات كتير، ما تسالش في موضوع الشهادات كتير، ما تفكرش في موضوع الشهادات كتير. اهم حاجه تبقى انت راجل فاهم وعندك الخبره العمليه والنظريه في الشيء ده او في الكورس ده، عشان هو ده اللي انت هتشتغل بيه بجد. وانت بتاخد الكورس عشان انت عايز تتعلم، حط فيك العقليه دي، انت بتاخد كورس معين علشان انت عايز تتعلم، مش عشان اخده عشان يبقى معايا شهاده فلما اروح اي شركه يشوفوا الشهاده فيشغلوني. انت كده بتتحايل على الشركه وبتتحايل على نفسك وبتثبت لنفسك ان انت في حاجه مش مظبوطه، او انت نصاب، او انت بتضحك على نفسك. ويا مكتر الناس اللي بتدي شهادات في اللا شيء. انا شخصيا اقسم بالله كل يوم بفتح الفيسبوك بلاقي ناس معرفش منين وبوستات وهميه وعاملين كده تصميم على كانفا شكله لذيذ اقسم بالله وجامد، وهتاخد شهادات معرفش بتطير في الجو واحنا موثقين مش عارف ايه، وختم النسر على شهادات مش عارف. يا عم ايه الكلام ده كله؟ يا عم قشطه، خدت انت خدمه، انت تعالى بقى يا باشا هعمل معاك انترفيو، وريني نفسك انت جامد ولا مش جامد، وريني بتعرف ولا ما بتعرفش. هي دي اللقطه وهي دي الفكره. ركز وما تفكرش في الشهادات طول ما انت عايز تتعلم صح وعايز تاخد شهادات بجد بجد. خش الشركات الحقيقيه او الشركات العالميه اللي بتدي الشهادات دي وخلص فيها. بالمناسبه مثلا CCNA دلوقتي ب $300 او $400 في الحدود دي كده، مثلا الN بلس اعتقد ب $250 حاجه زي كده. فانت هتدفع مبلغ محترم لو انت عايز سيرتيفا صح. عشان كده نادرا او قليل قوي لما تلاقي حد بيسيرتيف، اللي بيسيرتيف بيبقى في الغالب يا اما عايز يسافر بره مصر ويكمل شغل هناك، لان بره مصر سواء بلد اجنبيه او بلاد عربيه بيبقى محتاج يعرف منك انت راجل فعلا موثوق فيه وراجل فعلا مسيرتيف الشهادات بتاعتك وراجل فعلا خدتها من الشركه العالميه. او الحاجه الثانيه ان هو محتاج بقى يعلي مرتبه، محتاج يعلي البوزيشن بتاعه
مثلا بدل ما هو كان نتورك انجينير هيبقى نتورك ادمنستريتور كده، عايز مثلا يبقى اي تي مانجر وهكذا. فساعتها فعلا محتاج يعمل سيرتيفيكيشن. اتمنى تكون وصلت لك بشكل مظبوط وبشكل صح. ولو عندك اي سؤال في مجال الاي تي تقدر تكتبه لي في الكومنتات وهرد عليك. وما تنساش دبلومه الاي تي هيلب ديسك بتعلمك اساسيات الكمبيوتر واساسيات الشبكات واساسيات السايبر سيكيورتي، وكمان اشهر المشاكل الشائعه اللي هتقابلها كل يوم وانت شغال هيلب ديسك او تكنيكال سبورت. تقدر تشترك في الكورس، ولو عايز تعرف تفاصيل اكتر ابعت لي على الواتس على الرقم ده، هبعت لك كل تفاصيل الكورس لو محتاج تشترك او محتاج تعرف اي سؤال. ما تنساش صلي على النبي. اشوفك على خير. سلام.